زي ما تعرفنا في الجزء الأول على دلالات الألوان اللي بتبقى على لوحات المراكب في مصر هنا، الأزرق والأحمر والأصفر والأخضر وإلى آخره. فالنهاردة هنتعرف على الشق الأصعب والأعقد من لوحات المركبات، الأرقام والحروف. فمعكم شامبليون زمان، يلا نبدأ. مبدئيا يا صديقي، محافظة القاهرة والجيزة مميزين عن غيرهم، بمعنى القاهرة لازما يبقى 3 أرقام و3 حروف. ومؤخرا بدأت القاهرة ان هي تعتمد موضوع معين بسبب كتر العربيات اللي بتتسجل في القاهرة، 3 أحرف و4 أرقام. شرط ان يكون الحرف الأول هو حرف الألف، ولكن عامة الموضوع ده بدأ تقريبا السنة اللي فاتت أو السنة دي، يعني طازة. فعامة القاهرة 3 أرقام و3 حروف. أما بالنسبة لمحافظة الجيزة فهي مميزة برضه لأنها بتاخد حرفين و4 أرقام. باقي المحافظات كلها بينطبق عليها قاعدة واحدة فقط، 3 أحرف و4 أرقام، والحرف الأول هو اللي بيميز محافظة عن أختها. يعني على سبيل المثال الراء للشرقية، واللام لكفر الشيخ، والقاف للقليوبية، والفاء للفيوم، والميم للمنوفية، والسين اسكندرية، والعين للغربية. وبرضه في كذا محافظة كده عليهم بعض الملاحظات. محافظات القناة والبحر الأحمر وسيناء اللي هم السويس وإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، القاعدة اللي بتسري عليهم هي إن الحرف الأول لازم يكون طه، والحرف الثاني هو اللي بيميزها السويس عن إسماعيلية عن بورسعيد. يعني بورسعيد الحرف الأول طه لكن الحرف الثاني عين، والسويس الحرف الأول طه والحرف الثاني سين، وإسماعيلية الحرف الأول برضه طه ولكن الحرف الثاني صاد. والموضوع ده موجود برضه في محافظات قنا والأقصر وأسوان وبرضه مطروح والوادي الجديد. يبقى الحرف الأول متشابه ولكن الحرف الثاني بيميز محافظة عن الثانية. لكن عامة زي ما قلنا باقي المحافظات والأقاليم استثناء القاهرة والجيزة 3 أحرف و4 أرقام. فبعد ما فكينا الشفرة دلوقتي انت بقيت عارف المركبة دي ايه والعربية دي رايحة فين او منين. وانا اعتقد لازم يعملوا شارع باسمي يعني زي شامبليون علشان احنا فكينا الشفرة بقى. اصل الموضوع ده كان على فكرة يعني من ساعة ما نزلنا البلد وانا يعني بفكر فيه كتير لغاية ما بالاخر عرفنا نقتنص المعلومة الصحيحة. وشير الفيديو ده بقى لكل اصحابك اللي بيسوقوا مهتمين بالسيارات وبس كده.